أهلا، وش أحوالكم؟ احنا نعملوا الجزء الثاني من الفستان السهرة ديالنا. كيما عملت لكم قبل مجسم صغير من الأوراق باش تفهموا التفصيلة أحسن ما تكون على القماش. نحكموا القماش ديالنا بالطول كيما قلت لكم، لا ليزيغ تكون مع بعضها كيما تشوفوا، ونطبقوه على 4 ونحكموه هكذا بالطول، يسمى القماش يكون على 4. نشوفوا الجهة هذه المغلوقة كيما تشوفوا. احنا نعمل لكم هنا بالقلم. أول حاجة من القماش نقيسوا الطول ديالنا، وكيما تشوفوا الطول هو قبل كل شيء وبعدين نقصه، لاني القطعه هذه احنا نعملوها على 2 قطعه على جيب ديالنا، والطرف الثاني اللي يكون تزيين من الفرق. شوفوا هذه السهم معناتها باش نبين لكم بني انا الخصر، راح نعمل لكم هذا السهم باش تعرفوا بني الجهه هذه المفتوحه ومن هنا المغلوقه. احنا نعملوا هنا تقويسه لاطاي، يعني نقيسوا لاطاي ديالنا بصح. شوفوا نحن نقصوا على الجهه اللي تكون مغلوقه فقط، جيست هذه القطعه. علاش؟ لاني احنا نعمل هذه لجيب ما تكونش فيها خياطه من تحت، باش كي نعملوا هذيك الاتخان الجايه من اللورا يكون القماش وحده. شو كيما جيت خيط هنا في الوسط ونخيطه في الجوانب وخلاص. هذه طريقه تفصيله تاع لي جيب سواغي تكون مليحه بلا فيها قصات كتيره وتجي سانتري وكل شيء. وراح نشوفوا مع بعض في القماش كيف ماش تكون النتيجه. هنا كيما قلت لكم، كيما عملنا في المجسم الصغير، حكمت القماش قسمته على 4 وحليته بالطول كيما عملت لكم. احنا حنقيس الطول تاعي نقطة الطيل. شوفوا هنا كان الجهة المغلوقة والجهة المفتوحة اللي فيها الاليزياق. نعمل الطول تاعي ونقيسوا لا تاي واللي اونج فقط، ونعملوا هذيك القصه كما نعطي لكم في المجسم. راح تفهموا قبل تفهموا بعد ما نعطي لكم لا جيب مخيطه. الطرف تاع القماش اللي يبقى اللي من تحت نقسمناه على 2، هذاك حنعملوا به القسمه الفوقانيه كيما شغل لا تخان، نعملوا فيها البليات وتكون بحزام وحدها. نطبقوا القماش على 4 ونقصوا واش يكون الطول، نخلوه هي ما بين 120 متر حتى 125 متر. لازم تكون اطول من لاجيب. بدات نستفوا القماش المليح ونحو زيادات تاع القماش ونقصوه فقط. هذه القطعه راهي سهله ما فيهاش خدمه كتيره. وشنو برك نتاكد من الطول كما قلت لكم، لازم الطول يكون اطول من لاجيب. لاجيب تكون 120 متر، هو يحاول يكون ما بين 130 متر، يجي اطول يجي مليح باش شغل طايح هكذا من الخلف. يعمل تزيين هذه القطعه فقط للتزيين، يعني ما عندها حتى علاقه. كما تشوفوا هنا قصيت القماش تاعي قد وش يبقى نعملوه كما تشوفوا فيه. خليناه على عرضو العرض كما راهو. وش نديرو لا فيزلين، نحكموا الكوتي تاع لا ليزيير ندوروها داير ساير، نحطوا هذه لا فيزلين ونعقبوا معاها السوجي، وبعدين نحداها فقط. نخلو غير القطعه الفوقانيه اللي نعملوا لها البليات، ما راهاش لا مخيطه ولا مسترجيه لاني حنخيطوها. وش حنقول لك؟ شوفوا كيما عملت لا جيب تاعي كل شيء. الان راني خيطها كيما تشوفوا. شوفوا عملت هادم لي بانس على جنب في بلاصه القسمات اللي يجيو على جنب اللي كيما قلت لكم كيما تشوفوا هنا. وهنا هذه القسمه الوسطانيه اللي حندير فيها لا فارميتير، والقسمه المفتوحه هاي هذه تاع الخلف ندير فيها لا فارميتير تاعي. والقسمه اللي تكون مفتوحه هذه تاع الجناب، وهذه المفتوحه احنا نقفلوها شويه نخلو شويه فونت ونخدموا فيها الكالوتينا او السفيفه. بعدين راح نفهمكم وش نوع الكالا والسفيفه اللي تختاروها. هي سهله خلاص كما تشوفوا. زيدوا شوفوها هنا كيفاش مخيطه، راح تفهموها اكثر للتوضيح اكثر. هنا الفيديو ما رانيش سربته لانه ما راهوش طويل باش تفهموا مليح. شوفوا القسمه هذه القسمه راح تكون في الوسط، هذه المفتوحه اللي نديروا فيها سفيفه ولا نديروا فيها قلع. انا اخترت هذه السفيفه، وبعدين لازم نتاكدوا من الالوان. شوف بني لون القماش الدونتيل ما راهوش كيفو، هذا المذهب هذا جاي كشغل اصفر في نحاسي، وهذاك اصفر ناصع، لهذا ما نقدرش نديره. لازم ندير تزيين يكون قريب للون القماش الفوقاني باش ما تصراش لينا خربطه. كيما تشوفوا الان حنركب اول حاجه نركب لا فارميتير تاعي. انا خيطت القسمه الوسطانيه تاع الظهر خيطها عادي، وحنركب فارميتير انفيزيبل كيما تشوفوا نركبوها، وبعدين حنشوفوا النتيجه كيف ماش. وهنا عملت لا فيزلين اللي تكون في الوسط وتكون داير ساير. تقريبا القطع تاعي راهي جاهزه، راح نشوفوا النتيجه الان. شوفوا ايش عملت. هذه القطعه اللي تكون في الوسط راني خيطها على برا،
وعملت فيها بعدين حنعمل لا فيزلين. انا اخترت هذا القالا اللي لقيته قريب للقماش، جاي الاصفر تاعو رايح للنحاسي، يعني جا نفس اللون. لقيته عجبني هذا قالا شغل هندي مراهو سفيفه، وجا خرج مع الموديل مليح، خرج يهبل. الآن راح تشوفوا القطع تاعي اللي جهزت. هذه القطعة الفوقانية اللي قلت لكم للزينة عم حددتها وعملت لها السورجي، دورتها داير ساير، خليت غير القسمة الفوقانية، بعدين حنديروا فيها البليات. شوفوا لاجيب تاعنا كيف ماش خيطها. الآن دورتها لكم تشوفوها من الداخل كيف ماش مخيطة. ركبت لافيرميتير انفيزيبل تاعي، حطيتها صاي مع القسمة تاع الظهر ومعقبة السورجي ومحدة وكل شيء، وعملت هذه الغلقة تاع لافيرميتير من تحت. طرف قماش او تيلو هكا تخيطوه مربع باش تجي خدمه نظيفه وما تجيش لا فارميتور هكاك خارجه. وشوفوا الخياطه الان كيف ماش نخيط من الداخل من برا. لا فارميتور تتخيط من الداخل، لكن القسمه تاع اللي نحطوا فيها الكالا تتخيط على برا. هذا الكالا اللي اخترته. تركيبه الكالا احنا نعمل لكم واحده التقنيه. شوفوا كيف ماش راح يتخيط من برا عقب السورجي وكل شيء، وحددتوا الخياطه باش تعرفوا كي تعود السيفه نخيطوا من برا من القماش من الحرير. الان حطيت هذه الكتانه. راح نحدد نعطيكم طريقه كيفاش تلصقوا الكالان لا بلا يكون لا تكماش ولا بليات ولا اي شيء. شوفوا شو عملت. هذه لا جيب تاعي راني حنحطها هنا، عملت هنا لا فيزلين. هذه لا فيزلين اللي تلصق على زوج جهات، خيطتها ولصقتها طول يعني مع المكان اللي نحط فيه الكالان تاعي، معاك شغل بخيط باش ما يتحركش ليا. خيطته بالاله. شوفوا كيف ماشي. وعملت تاني لافيزين في الكوتي تاع اللوغلي تاني، حطيته باش تجينا خدمه نظيفه. شوفوا كيفاش حندير كيفاش نلصق الكالون تاعي. نحط لاجيب تاعي ونستفها قد قد، نحاول اني ما نخليش هكاك بليات. راني هبط الكاميرا باش تقدروا تشوفوا مليح. لافيزلين راهي لاصقه بالخيط. نحط الكالون تاعي هكذا. قبل انا قصيت الكالون على قد القطعه اللي حنحطها، لازم نقص زوز قطع متساويين، القطعه الاماميه والقطعه على اليسار واليمين نحطهم مع بعض. شوفوا كيف ماش حندير. نحط واحده من هنا واحده من هنا ونحاول نقابلهم مع بعضهم شويه. هذه الطريقه لازم تخدموها بتمعن وتخدموها بشويه. تسخنوا الحديد تاعكم يسخن مليح على درجه حراره شويه تكون مرتفعه. المهم تجيبوا كتانه بيضاء يعني نظيفه كيما هذه. بالله حاولوا تخلوها بالطول باش تقدروا تشوفوا القلم. ما تجيبوش كتانه قماش كبير هكذا، يكون بالطول باش تقدروا تشوفوا القلم. واذا ما قدرتوش تحكموا القلم حاولوا تحكموا بليزيبانجل باش ما يتحركش ليكم. لكن تعرفوا حاولوا انكم تخدموا بشويه، وهو احسن تحكموا بليزيبانجل خير. اول حاجه نحط القلم الحديد كشغل ضربات فقط خفيفه باش نخليه يتثبت وتلصق فيه هذيك لافيزلين، وبعدين نحدد بعقلي. انا مع اني نعرف لكن نتحرك لي شويه. شوف اش حندير. حنحكموا شويه نثبتوا بليزيبانجل يعني حطات خفيفه فقط جست انه ما نخليهوش يتحرك. نحط هكا حبات بعد على بعضهم باش ما يتحركش ليا. علاش نستعمل هذه التقنيه تاع لافيزلين؟ كل ما نخيطوا السفيفه ولي قالا يتكمش القماش سورتو يكون الساده. انا الحق لما نلقاه مكمش نحس اني الخياطه ما راهاش متقونه وكل شيء. هذه الطريقه يتحط القالا ولا سفيفه بدون تكماش وبعدين راح نخيطه. هذه احسن تقنيه، وهذه تقنيه انا من اختراعاتي، انا اخترعتها. مش عارفه اذا خياطات الاخرين يستعملوها او لا. شوفوا كيف ماشي ندير. نحدد بشوية كل قطعة بالطرف، يعني بالطرف بطرف حتى نتلصق بشوية سخانة فقط، وبعدين راح نعاود نحددها مليح. شوفوا كيفاش انا الان حكمت القلاطيعي بشويه ضربات تاع سخانه من الحديد، ضربات خفيفه خلاص باش نتاكد بني القلاطيعي راهو محطوط بيا وما كانش تكميشات. بعدين راح نستعمل سخانه قويه ونحدد مليح مليح. الان تقريبا القلاطيعي راهو راكب يعني حاكم بلاصتو. شوفوا معايا كش ما تلقاو تكماش، لا كاين لا تكماش لا بليات لا حد شي، خدمه نظيفه وتجيكم لا فينيسيون تهبل. تعلموا هذه التقنيه تقنيه مليحه، لاني دائما تلقاو في القفطان السفيفه تلقاو من القدام ديما القماش مجبود الفوق.
السبب لأنه الخياطة لما تخيطوا بالماشينة ديما السفيفة تجبد القماش، لكن هذه الطريقة تخلي القماش مكسل من الفوق للتحت نفس القياسات، ما يكونش هذاك الجبدة تاع السفيفة من القدام. مع أني أنا نلقاها في قفاطن غالية، قفاطن يعني موديلات تهبل، بصح نلقى هذيك الطلعة الحقيقة تفزد الموديل بالمرة مهما وش يكون. أنا نحاول كل مرة نعطيكم أفكار جديدة، طرق جديدة في الفينيسيون باش تخدموا الخدمة نظيفة والمتقونة بإذن الله. كانت طرق كتيرة وسهلة وكل شيء اللي اخترعتها واللي شايفتها من عند ناس أخرين، وهكا إحنا نتعلموا من بعضنا. وديما نقول هالتعلم للشيب، ما كانش واحد يعرف كلش، رانا مازلنا نتعلموا. أنا نعلمكم وراني نتعلم تاني من جهة أخرى. الآن هذه في الكوتي تاع لافونت كيف ستفت القالون تاعي بشوية، كل دقيقة نطل باش نتأكد منه ما يجيش أعوج شوية. المرحلة هذه فقط لازم لها التركيز وشوية صعبة، بس صح راح تعطيك بنتيجة ملاحة. تشوفوا الخدمة تاعك كيف ماش واقفة. راكم شفتوا الموديل السواغي من الأول كيف ماش خدمناه، البستي تاعو كيفاش عملنا لافيزلين كيفاش عملنا، لأني هذه التعب هذا كله حيعطيك نتيجة ملاحة. وبإذن الله حندخل موديلات السواغي لأنكم طلبتوهم كتير وفرحتوا كتير. شوفوا معايا كش ما تلقاو تكماش ولا قطعة تكماش. هاهي الآن شوفوا معايا دركا كاملة بالطول، شوية مبلولة بالماء تاع الحديد. لازم تستعملوا الطريقة هذه تاع الماء، ما تحدوش بالفابور، لازم تطبوا تبلوا كتانة كيما هكذا صغيرة وتحدوا بها باش تتحكموا في تكسيلة القالون تاعكم. شوفوا معايا إذا كان تكماشة، إذا تكماش، إذا كان إعوجاج، إذا كان واحد طويل ولا قصير، راهو قد خدمة نظيفة، خدمة تهبل، تقنية روعة. راهي من اختراعاتي كي تعملوها تفكروا راهي اختراعات مدام دونتيل. ولهنا اللوغلي كيف نزيد نحدو. راهي لافيزلين هذه تاع جهتين لاصقة، حكمتها بالسرجي مع السرجي مرة واحدة، وراح نحددها ونكمل اللغلي تاعي. راهي تقريبا لاجيب تاعي كاملة وخدمة نظيفة وجات تهبل كما شفتها في الموديل الأول. وش حنقول لكم، راكم التعليقات قريتها وطلبتوا كتير موديلات السواغي. بإذن الله الأيام الجاية حتكونوا سواغي، وتاني الأصحاب الناس اللي تعلموا احنا نعملكم قنادر ونكملوا في التعليم الحاجات سامبل والحاجات البسيطة. والناس اللي طلبوا قالوا لي كيف ماش عملتي الموديل هذا عملتيه في المانكا وحنا ما عدناش، بإذن الله حنعلمكم كيفاش تاني تفصلوا الصواغي بدون مانكا. فقط أنا حبيت نعلمكم فقط الطريقة باش تعرفوا أمور الخياطة في كل شيء، يعني في كل الأنواع. وكاين الناس اللي يطلبوا الطريقة هذه الفصالة. بإذن الله تاني حنزيد نعمل دروس أخرى في نفس هذا المجال بإذن الله. أنا الآن راني نحدد ونلصق بشوية. الخدمة هذه لازم تكون، شوفوا تأكدوا كي تعملوا اللوغلي تحت أكدوا بني لافونت، يعني قياساتها قد تحطوهم فوق بعضها باش ما تجيش واحدة طويلة واحدة قصيرة. هذه القياسات كل مهمة. أنا الآن راني نكمل في خدمتي، ومع المرة تاني راني نحدد نخدموا القطعة تاعنا بشوية، نخيطوا ونحدوا نخيطوا ونحدوا، نلقاو الغوب تاعنا راهي كاملة من الخياطة ومن الحديد من كل شيء، باش بعديك ما تتعبوش تلقاو الموديل تاعكم اكمل. اللي دخلوا جدد مرحبا بكم، معاكم مدام دونتال. ان شاء الله تعجبكم قناتي، مازالت امور كثيره راح تتعلموها باذن الله. شوفوا كي كملت القاله وحددته زدت بعدين رحت خيطته جاني ساهل في الخياطه كما تشوفوا هنا. رانا نعطيلكم بني خيطوا، راهو الخيط كما تشوفوا فيه خيطته جاني ساهل حاكم بلاصتو، وما كانش تكماش لاني هذاك لافيزلين اللي حددناه ما يخليش القماش يتكمش. شوفوا معايا بعد ما خيطته كيف ما كانش تكماش، كيش ما تلقاو قطع تكماش ولا تكماش كما جاي مكسل وجا يهبل. باذن الله نعطيكم مره اخرى طرق كيفاش تعملوا سفيفه وتكسلوها في حال انها تجيكم مكمشه، لكن اعتمدوا الطريقه هذه باذن الله راح تساعدكم في انواع كثيره في خياطه قالوات وخياطه السفيفه. الجيب بتاعي تقريبا من تحت راهي كامله، وكملنا القطعه تاني الفوقانيه باذن الله. الان راح نشوفوا برق كيف ماش نلصقوهم مع بعض. راني اليوم خليت الفيديو يمشي بشويه. شوفوا لا فارميتير
تاعي تاني راهي راكبة. الآن خيطت هذا السفاج راهو ساهل، تحمو طرف قماش تقريبا هكا 6 سنتيمتر، تخيطوه من برا وبعديك ترجعوه من الداخل، تعقبوا السورجي تاعكم وتخيطوه هكذا مع لا فيرميتير، يعني راهي حاجة سهلة ما راهاش صعيبة. وبعدين في بلاصة القسمات نعملوا خياطة باش ما نخلو حتى هنا في النص، باش ما نخلوش هذيك السفاج تاعنا يتحرك. لاجيب تاعي راهي جاهزة كاملة كما تشوفوا فيها، كماش خدمة نظيفة من القدام ومن برا. شوفوا السفاج تاعو كيفماش. القسمات اللي تكون ما بين لا فيرميتير لازم يجيو قد ما تكونش واحده طالعه واحده هابطه، تاكدوا من هذه الحاجات. كاين ناس يقول لك ما يهمناش من الداخل، لا، لازم من الداخل متقونه ومن برا متقونه. الآن راح نحكم القطعة الفوقانية اللي حددتها ولصقتها وكل شيء، خليت القطعة الفوقانية نحكم الوسط تاعها. درك واش راح نعملو، راح نعملو البليات تاعنا. شوفوا كيفاش ديروا كيفاش تقيسوا البليات تاعكم. نحط لاجيب تاعي نحطها على الطاولة هكا قد نركز الوسط مع الوسط. شوفوا واش حطيت، انا حطيت الوسط تاعي فوق لا فيرميتير، نتاكد هنا حطيته هكذا بلي زيبانجل باش نبدا ندير البليات تاعي. البليات تبدا من الوسط الكوتي تاع لا فيرميتير، نحطوا القطعه تاع القماش هذيك اللي خيطناها سفجناها داير ساير وعملناها اللوغلي غير من الفوق، ونبدا ندير البليات تاعي بليه ورا بليه ونشوفوا القياسات. وين تحبس البليات تاعي، تحبس مع القطعه تاع الخياطه اللي عملناها على جنب هكذا باش نحكموا القياسات قد لاني هذه القطعه راح تكون ما تكونش لاصقه مع لاجيب. علاش لصقت هنا باش نحكم القياسات فقط، باش بعدين كيما نلبسها تحكم لا فورم تاع لاجيب وين حبسنا وين عملنا القياسات تاعنا، يعني تجي نفس القياس. شوف كيماش حطيت الابره من هنا في الوسط وحطيتها على الجنب تاني وين عملنا هذيك الخياطه تاع الجناب، باش نعرفوا قداه من بليه تجينا. لكن جينا 5 بليات من هنا من اليمين، حتجينا 5 بليات من اليسار، نفس القياسات. هذه الخدمه حطموها بليزي بانجل وخزروا بعقلكم وتاكدوا البليات بينهم فوق بعضهم بينهم صحاح، نفس الجهه هذه تكون في الجهه الاخرى كيما تشوفوا. شوفوني كيفاش نخدم البليات تاعي. المهم انا نخدم البليات ونحكم لي زيبانجل. حاولوا انكم تنتبهوا للفيديو راح تفهموا كتير. اذا ما فهمتوش اي حاجه كتبوني في التعليقات، انا نحاول اليوم نرد لكم على شويه التعليقات. شوفوا هنا الوسط، هنا هذا الوسط تاعي وهنا الجناب هاني، وين حطيت البليه هذه طبقتها وحطيتها من الكوتي الاخر. الناس اللي دخلوا جدد لقناتي وفرحانين بها مرحبا بكم، انا تاني سعيده بكم. الناس اللي تحبني وتقولي الكلام هذاك الحلو، انا تاني نحبكم والله على قد ما تحبوني. اكيد المحبه راهي من الله، والمحبه الصادقه اللي من عندي توصل ليكم ومحبتكم توصلني تاني. ان شاء الله تكونوا اوفياء لقناتي، وان شاء الله نقدم لكم الحاجات تتمنوها ونعلمكم الكل وش تحبوا. وش كنت حنقول تاني، كان بعض الاسئله نحاول نجاوب عليها على الاقل في هذا الفيديو مادام نخدم في البليات، لان هنا البليات تقدروا تشوفوها. المهم كان كتير سألوني، كان واحد السؤال طريف يعني عنده مدة من كتبوا سؤاله، قالوني علاش سميتي روحك مدام دونتيل. دونتيل هو قماش، أنا نخدم الأقمشة وأكثر الأقمشة المشهورة هي الدونتيل، على هذيك اختارت اسم مدام دونتيل لأني نستعمل الأقمشة، وهي فقط ما راهوش اسمي، هو ماركة يعني إن شاء الله حيكون علامة تاع خدمتي باش تعرفوها مدام دونتيل. هذا جواب البعض اللي سألوني، وكان أسئلة كتيرة الآن نسيتها، لازم نكتبها في ورقة باش نتذكر. ما زلت نخدم في البليات. اليوم حبيت نزرب الفيديو خليته لكم على راحتكم، ماشني حابة نزرب فيه ياخذ وقته، لأنكم طلبتوا مني كتير خاصة المبتدئين، قلتي لي ما عادش تزربي الفيديو رانا احنا ما نعرفوش، عندكم الحق. لكن كي نعملوا الفيديو طويل ياخذ وقت في التحميل، يعني نحملوه ما بين يوم ونص، ياخذ لي وقت كتير. على دي كنحاول اني نقص في الفيديو على قد ما نقدر.
تقريبا الان عملت البليات من جويها كل. نحكم هذه قطعة القماش اللي تبقى، نحاول اني نقصها حوالي هكذا كنقولوا 10 سنتيمتر. ما نحبهاش يعني تجي بوندا كبيرة، ما بين 10 سنتيمتر ما بين تدخل يعني مع الخياطة. حنحي هذه البليات الكل ونخرجها ونخليها يعني لاصقة، ونعملها حزام حنخيطه على قد لاطاي تاع القياس تاع الغوب تاعي هو 80. شوفوا كيف ماشي راني خيطته، زدت حطيت فوقه ها هو الحزام تاعي، وعملت فوقه هذوما التراشق، وحطيت فوقه هذاك القالون باش يعطي منظر مليح. وكتلبس لا جيب الاولى وزيد حط فوقها هذه القطعه الثانيه تعطي منظر احلى. كيما شفتوه في الفيديو تاع الموديل زيد حتشوفوه بعدين، تتقفل هكا بالكروشي، تعملوها على نفس القياس تجي فوق بعضها. القفله ماذا بك ما تكون من الامام، خلوا الظهر ما يكون فيه حتى حاجه كيما تشوفوا. غير البليات عطاه هذه القسمه منظر مليح لفساتين السهره تجي. وباذن الله حتكون طرق اخرى لفساتين السهره وموديلات كتيره هذه حتشوفوها في تاع الاعراس باذن الله. نحطها لكم مره جايه ان شاء الله. كل مره نرديو ناس كان فئه تطلب فساتين السهره، فئه تطلب القناضر، فئه كل مره واحد وش يطلب. نحاول ان نردوا الجميع. هاي القطعه الثانيه اللي عملتها خرجت تهبل، الموديل كله خرج يهبل، خرج روعه. كيما تشوفوا الاتقان، شوفوا الاتقان من نواحي كل. والقالون هذا القالون جديد، قالون هندي زاد خرج معاه يهبل. شوفوا لغلي، هذه لغلي تاني مليحه تعملوا فيها لافزلين وتحداها تاني تجي خدمه نظيفه. خير ما تعملوا خياطه في السواغي، ما تجيش خياطه بالاله يعني من تحت تبشع الموديل ما تعطيش ليه قيمته. الموديل كما تشوفوا فيه الان ملبوس، شوفوا كيف ماشي محدد، كيف ماشي مستف، لا كان لا تكميشه ولا شيء. هذا الموديل من الخلف، هذه اللي تجي شويه كل زايده باش كي تمشي هكا تعمل فخامه للفستان، تحس انك لابسه شيء فخم. تجي من الخلف هذه القطعة اللي تجي من الفوق بالبليات، خرجت تهبل يعني بلاك هنا ما بانتش مليحة. ها هي العرض تاعها ما راهاش عريضة ياسر، لكن سافا يعني خرجت مليحة. وراهو من القدام كيما تشوفوا فيه، ها هي لا فونت، عملت فونت صغيرة فقط مع القالون، وهذه القسمة جاي هبل. شوفوا كش ما تلقاو بليات خرج تحفة. بإذن الله الأيام الجاية نعمل لكم موديلات احلى واحلى. الفيديو ان شاء الله الجاي راح يكون مفاجاه ليكم، حاجه جديده ومتاكده انكم الكل تحبوها وراح تعجبكم كتير. اعملوا اشتراك لدخلوا جدد، نحب تفاعل في قناتي، نحب جامات كتير، نحب تعليقات كتيره. تعليقاتكم هي اللي تخليني تشجع وتحفزني باش نزيد نخدم لكم فيديوهات اكثر. نتمنى كما تعرفوني دعوه خير ليا والامه الاسلاميه كل. سلام.